بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل. من زمان ما عملناش فيديوهات للناس حبايبنا على الصفحة يعني. احنا الحمد لله بخير ويا رب دايما انتوا تبقوا بخير وفي احسن حال، واتمنى للجميع الصحة والعافية. طبعا معاكم الدكتور محمد المصري، استشاري جراحة العظام. آه، طبعا آه، انا عاوز اتكلم على حاجه مهمه جدا، اللي هي موضوع الاطفال وعمليات او الجراحات اللي بتتعمل في الاطفال، عشان محدش بعد كده يبقى زعلان ويقول ابني حصل له وهكذا. طبعا الأقدار بإيد ربنا سبحانه وتعالى، والموت والحياة بإيد ربنا. الذي هو إيه؟ أمات وأحيا سبحانه وتعالى جل شأنه. فاحنا مؤمنين بالأقدار، لكن لازم نعمل اللي علينا. إيه هو اللي علينا؟ النهاردة لما تروح تعمل عملية لطفلك، لأي سبب، عملية كبرى أو عملية صغرى، يبقى لازم تحترس وتاخد الإجراءات اللي تحمي طفلك. إيه هي بقى؟ أولا تختار الطبيب أو الجراح المتميز، أهل الخبرة والثقة. على قد ما تقدر طبعا، يعني إيه، يعني احنا قلنا الأقدار بإيد ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة تتخير مستشفى مجهزة تجهيزا، تجهيز مناسب للعمليات. ممكن فيها بنك دم، ممكن فيها رعاية، وهكذا. طبعا الدكتور بتاعك يختار دكتور التخدير المتميز. وطبعا يبقى احنا 3 حاجات: الطبيب الجراح وطبيب التخدير والمستشفى. يبقى فاضل حاجة واحدة، اللي هي الفحوصات المريض. فحوصات المريض دي لا يستهان بيها، لازم مكان كويس. يبقى هو تخدير الطفل أو الجراحات للأطفال أقل من 12 سنة. بنحتاج 4 ركائز أساسية: جراح متميز خبير، دكتور تخدير يعني جيد، مستشفى ذات إمكانيات جيدة، والفحوصات في معمل ذو ثقة ومصداقية. وخصوصا صورة الدم والمعدلات النسف في الأطفال. حتى لو أنت بتعمل لابنك طهارة، لا تستهان بيها. طبعا ربنا بيعديها والأمور بتبقى كويسة، لكن لازم نعمل الصح. تمام، سواء عملته بفلوس أو ببلاش أو في مستشفى عام أو حكومي أو مستشفى خاص، كل الإجراءات لازم تتعمل في أي مكان. طبعا صورة الدم أو الأنيميا في الأطفال، يعني في حالات النزف بتبقى مشكلة. طبعا اما اخر جراحة الطفل قليلا حتى تتحسن ظروفه الصحية، ده من يعني من عوامل الحفاظ على روح. تمام. آه، آه، كمان الطفل لما يكون عنده دور برد او دور كحة، تمام، من الافضل اللي ما ياخدش بنج كلي، لا يبقى يروح لدكتور صدر او دكتور اطفال وياخد العلاج المناسب قبل ما يدخل العمليات. العملية ليها ركائز للنجاح، لازم اخد بالاسباب. وحافظوا على حياة اطفالكم وبدون هلع او خوف. وتقبل الله الموتى، وربنا يصبر اهاليهم. وان شاء الله نشوفكم على خير. السلام عليكم. السلام عليكم.